السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأعياد، جعل الله كل أيامكم أعياد. أهلا بكم يا حلوين في قناة. كل عيد أضحى وانتم متهنيين ومن الفتة واكلين، بس اوعوا تبقوا تخنانين. وعيد سعيد عليكم يا حلوين، ويا رب كل اللي نفسه في أمنية يحققها. النهاردة بقى جاية ومعايا قصة جميلة جدا جدا جدا، أتمنى إنها تعجبكم. وما تنسوش تفرحوني وتفرحوا قلبي باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة. مستني ايه؟ وما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل قصص. ويلا بسرعة 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 نقول بسم الله ونبدأ قصتنا. يلا خلاص هانت اهو، وهنفرحوا بالعيال. ده خلاص الفرح تالت يوم العيد. ايوه يا ابو احمد، خلاص ابنك احمد هيتجوز هنا بنتي. دول بيحبوا بعض من وهم لسه عيال صغيرين. والله يا ابو احمد انا نفسي اعمل للواد احمد ابني دي احسن ليله في البلد كلها. رايدين نعمل لهم ليله الكل يحكي ويتحكى عنها. الله يحفظك يا ست الكل، انا من غيركم ولا حاجه. ربنا يخليكم ليا يا رب. ويا ترى بقى لما اجي اتجوز هتعملوا لي ليله حلوه كده ولا لا؟ هننبه على عريسك انه يعمل لك احلى ليله في البلد كلها. يا اختي يا حبيبتي، امال هي جدتي ست الدار فين صحيح؟ أني شفتها وهي رايحة دار الست أمينة جارتها وواخدة لها معاها فايش. وفي الوقت ده كانت الجدة اللي اسمها ست الدار قاعدة مع الست أمينة جارتها وعصام ابنها. أني جبت لكم الفايش وجيت لكم بنفسي أهو أول ما خلصنا خبيث زي كل سنة. خلاص العيد كمان أسبوع أهو. كل سنة وانتم طيبين. ربنا ما يقطع لكم عادة يا رب، ويحفظك ويبارك في عمرك يا خالة ست الدار. بكرة بقى احنا هنبدأ في عمايل الكحك والبسكوت بتاع العروسة، وكمان عشان أفرح أحفادي. يا ألف نهار مبروك، ربنا يفرحهم ويسعدهم يا رب. خلاص أني هجيلك عشان أساعدكم شوية وأني في ديك الساعة. انتوا استعجلتوا بالفرح كده ليه؟ مش كان المفروض إنه لسه على دخلة الشتوية تيجي تنوري يا أم عصام؟ والله يا عصام يا ولدي احنا قلنا خير البر عاجل. هنعمل ايه بقى؟ العيال بيحبوا بعض وهم مستعجلين. قلنا خلاص ما فيهاش حاجة لما نفرحهم. طب استأذنني بقى عشان ورايا مشوار مهم. طب ما تقعد اما نتغدى الأول يا ولد. لا لا يم، أنا ورايا مشوار ضروري، لما أجي نبقى نتغدى سوا. خرج عصام من البيت وهو متضايق قوي، ولقى في وشه الست لبيب ضرة ست الدار اللي قالت له: ازيك يا عصام، عامل ايه؟ هي امك جوه؟ انا كنت جايه لها في امر ضروري. ايوه جو، انا كويس يا خالة الحمد لله، بس بلاش تدخلي لها دلوقتي، اصل ضرتك قاعده وياها، كانت جايه تعزمنا على فرح هنا واحمد. ايوه ايوه قلتلي. طب وانت مالك متضايق كده ليه؟ هو انت لسه بتحب هنا يا عصام زي مامك كانت بتقولي؟ خلاص بقى ملوش عايزة الكلام ده يا خالة لبيب، بعد اذنك عشان مستعجل. وفي نفس الوقت هنا كانت قاعده مع ابوها عبد الرحمن وبتقول له: هو احنا هنعزم جدي يا ابويا على الفرح بتاعي ولا لا؟ لا مش هنعزمه، هو بعنا من زمان وراح اتجوز على جدتي، يبقى هنعزمه ليه بقى دلوقتي؟ ده حتى طول السنين اللي فاتت دي كلها ما كانش بيسأل عليه رغم ان الباب في وش الباب. ايوه يا ابوه، ماني خبره ان ستي ست الدار الله يعزها يا رب هي اللي صرفت عليكم وكبرتكم من ورثها من اهلها. اني اسمع انها كانت وارثه فدادين كتيره جوي جوي. ايوه اماه، والله يا بنتي دي باعت منهم كتير جوي، ومش فاضل حداها غير عدد قليل جوي بالنسبه للي كان عنديه، لحد ما كبرتنا وبقينا نرعى في ارضنا اني وعمك محمد. طب يا ابويا انا عايزه افهم، جدي اصلا لما سابكم راح اتجوز واحده ما بتخلفش؟ مش فاهماني والله، يبيع مرته وعياله ازاي عشان واحده ما بتخلفش اصلا؟ كانوا بيقولوا زمان إنها سحرال، بس لا، هو جدك اللي عنيه وباع جدتك عشان لبيبة لفت عليه. طب هو إيه اللي كان حصل يا أبوه؟ احكيلي. ولا حاجة يا بنتي، ضرة جدتك اللي اسمها لبيبة دي كانت عايشة ويا أهلها في الدار بتاعتهم اللي في وش دارنا دي، لحد ما أهلها راحوا واحد ورا التاني، ومن وقتها بقى وهي ابتدت تلف على جد وهو ما صدق وراح اتجوزها.
بس هي ما كانتش تعرف إنها ما بتخلفش يا بوي، مش كده برضه ولا إيه؟ أيوة يا بنت، جدك كان متجوزها على أساس إنها عادية، كيف أي ست هتتجوز وتخلف. بس بعد جوازهم اكتشف إنها ما بتخلفش، وعشان ما يبانش قدام جدتك إن هو خسر، قرر إن هو يعند ويكمل وياه. هو اللي خسران جدتي والله. طب ده حتى جدتي ست الدار مفيش في طيبة قلبها ولا حنيتها. وهما بيتكلموا في نفس الوقت كانت لبيبة رايحة على بيت الست أمينة جارتها، وطبعا لما عرفت إن ست الدار عندها رجعت تاني بيتها ولبست أحلى عباية عندها. يا رب الاقيكي لسه قاعدة هناك يا ست الدار وما تكونيش مشيتي. أنا لما عرفت إنك عنديه قلت لازم أرجع والبس لك الحتة اللي على الحب عشان أكيدك بيه. ولما وصلت لبيبة خبطت على باب أمين. ايوه، مين اللي على الباب؟ ايوه يا اللي بتخبط، اني جارتك وحبيبتك وخيتك لبيبة يا ست أمين. أصل اتوحشتك جوي جوي، قلت لما أجي أقعد وياكي شوي. وطبعا لما ست الدار عرفت إن هي على الباب استأذنت من أمين. طب يا ست أمين، أني هقوم أمشي بقى وهستناكي بكرة زي ما اتفقنا. طيب يا خالة ست الدار، والله قعدتك حلو، ما كنتش رايداكي تمشي خالص، بس أني خبرة زين إنك مش هتجتمعي وياها في مكان. وراحت أمينة توصل ست الدار وفتحت الباب للبيب، وطبعا لما شافتها عملت نفسها متفاجئة. اهدي، معلش بقى يا ست أمين، أنا ما كنتش خبرة إن عندك ضيوف، والله أني لو كنت أعرف ما كنت جيت دلوقتي خالص. تعالي اتفضلي يا ست لبيب. هو صحيح اللي أنا سمعته ده بقى معقول؟ فرح هنا وأحمد يبقى قريب جوي كده؟ إيه، فرحهم خلاص يوم العيد إن شاء الله، ربنا يهنيهم ويفرحهم يا رب. وأكيد هي كانت جاية عشان تعزم، عشان تغيظ. ما هي عارفة إن عصام ابني كان نفسه ياخد هنا. عصام ابني شاب عادي، كان بيحب هنا زمان وهم لسه عيال صغيرين، ودلوقتي هم كبروا وبكرة يشوف حاله ويتجوز هو كمان. مين قالك كده؟ ده الحب بيطلع من عيون ابني لما يشوف هنا قدام. بقى معقول اني هفهمه وامه اللي مخلفاه ما تفهموش؟ ملوش لازمه الحديد ده عاد. وقولي لي انت كنت جايه لي ليه؟ رايده حاجه اساعدك فيه؟ اصل بكره رايحه عند الخاله ست الدار عشان اساعدهم اني واهل البلد كلها في عمايل الكحك والبسكوت بتوع الفرح. يا ريتني ما جيتلك، اصلاني كنت رايداكي تاجي عشان تخبزي ويايا بكره خبزه العيد. ما انت خبره زين بقى انني لوحدي، ولا عندي عيل ولا تيل ولا حد يساعدني، انما الست ست الدار اهل البلد كلها هيساعدوه. وانت اهو لسه جايله لك ده بعضمه لسان. يا دي الحيره يا ولاد، طب ما ينفعش يعني تاجلي خبزه العيد بتاعتي ليوم تاني؟ اصلاني وعدتها اني رايحه لها بكره. لا لا خلاص، أنا هخبز لحالي بكرة، أما أقوم أمشي بقى. ربنا معاكم ويفرحكم. يا ريتني كنت خلفت، كان زمان عيالي بيساعدون، بس ما كانش بيدي حاجة، ده كله من عند ربنا. طب خلاص خلاص، بلاش تزعلي نفسك يا ست لبيب. وعلى رأيي الست ست الدار معاها أهل البلد هيساعدوها، إنما أنت معكيش حد، أنا هجيلك واساعدك. ابتسمت لبيبة ومشي، ورجعت على بيتها لقت الحاج سعيد جوزها مستنيه. امال انت كنت فين كل ده يا لبيب؟ ولا حاجه، كنت عند الست امين، كنت قاعده وياها شوي. داني حتى عرفت منها بالصدفه كده ان فرح هنا واحمد خلاص هيبقى في العيد. ايوه، ما انا عرفت من اهل البلد برضه. يلا ربنا يفرحهم ويهنيهم. بقى معقول يا راجل يبقى فرح احفادك وتعرف من اهل البلد؟ مش كان المفروض إنهم يروحوا لكبيرهم اللي هو أنت في حاجة زي دي ويخلوك تاج وتقف وياهم؟ أيوة والله عندك حق يا لبيب، بس منها لله بقى ست الدار هي اللي مقسية قلب عيالي علي ومخلياهم ولا طايقني ولا بيحبوني. والله يا حاجة أول ما عرفت إن الفرح خلاص جرب وأني ناعية همك لما تعرف. ما تزعلش، بس يلا أهو كله خير بيجي من عند ربنا. أني أنا أصلا مسافر النهاردة بالليل ومش هرجع إلا بعد العيد، رايح أشتري شوية بهايم وأبيعهم زي ما بعمل كل سنة في العيد. أنت خبرة زين،
أنا بكسب فيهم كويس جو. وماله يا حاج، والله هتوحشني جوي جو. بس يلا، لما ترجع بقى نبقى نعيد سوا. ويومها بالليل كانت هنا قاعدة مع أبوها عبد الرحمن. أنا كنت عايزة أنزل أشتري شوية حاجات كده يا أبوه، وكنت رايداك تجي وياي. واه، وهو أنا فاضي بذمتك يا هنا؟ ما أنت خبرة زي خبرة إني مشغول في تحضيرات الفرح. خد أمك ولا خدي هاجر بنت عم. هاجر بتذاكر عشان عندها ثانوية عام. أنت ناسي ولا إيه يا أبوه؟ وأمي هتبقى قاعدة ويا الحريم بكرة عشان يعملوا الكحك والبسكوت والخبيز بتاع الفرح. ده حتى أحمد مش هيكون فاضي، هيكون عنده شغل بكرة. خلاص، اخرجي ويا نفسي. وانت فاكرة نفسك لسه صغيرة ولا ايه؟ ده انت خلاص بقيتي عروسة. بجد يا ابوي؟ يعني انت هتسيبني اخرج لحالي؟ يا حلاوة يا ولاد، كل ده عشان هبقى عروسة؟ ايوه هسيبك تروحي لوحدك، بس اسمعي كده لما اقول اوعي تعرفي حد انك نازلة لحالي. اني سمحت لك اها، بس بلاش تجيبي لنا الكلام. انت خبرة زين ان الكل هنا بيخاف عليك. ماشي يا احلى اب في الدنيا كلها. يلا بقى، يدك على الفلوس. خدي يا ستي احلى فلوس اهي، وهاتي كل اللي نفسك فيه يا احلى عروس. ها، هتنزلي متى بقى؟ هنزل بكره يا ابوي على بعد العصريه دي. هستغل ان الدار هتكون مليانه حريم، وهمشي من غير ما حد ياخد باله مني. خلاص ماشي يا بنتي، ربنا يصلح لك الحال يا رب. وتاني يوم الصبح بدري كانت لبيبه موقفه عصام في الشارع وهو رايح شغل. تعالى يا عصام، تعالى يا عصام عشان رايدك في كلمتين مهمين جو. خير يا خالة لبيب، في حاجة ولا ايه؟ أني بس كنت رايدة أقول لك ما تزعلش نفسك، عشان يعني هنا هتتجوز أحمد وتسيب. لا، أني مش زعلان ولا حاجة، ربنا يكرمها ويهنيها يا رب. لا زعلان؟ هو أنا يعني مش عارفاك ولا ايه؟ اتحدت وياي وفضفض براحتك يا ضناي، ده انت زيي. بصراحة أيوة يا خالة لبيب، أني زعلان جوي جوي، بس هعمل ايه يعني؟ الزعل ولا هيقدم ولا هيأخر، هي خلاص ما بقتش من نصيبي. بس أنا هفضل عايش على ذكراها، دي أول وآخر حب بالنسبة لي. طب وهتعمل إيه بقى للي يخليك تتجوزها؟ كيف يعني ده يا خالة؟ دي حاجة مستحيل تحصل، ده خلاص فرحهم كمان كام يوم. أنا هقول لك على اللي في دماغي يا عصام. وفضلت واقفة تتكلم مع عصام شوية لحد ما قال لها أيوة بس الموضوع ده مش سهل برضو يا خالة لبيب. ده غير إنه لو اتعرف هتبقى حاجة وعرة جوي جوي. وهو مين بس اللي قال لك إن في حاجة هتتعرف؟ الموضوع كله هيتم من غير ما حد يعرف خالص. وافق انت بس على كلام وسيب لي الموضوع ده كله، واني هتمم كل حاجة. خلاص، اني موافق يا خالة لبيب، اني من يدك دي ليدك دي. المهم انك تنوليني اللي في بالي في الاخر، ونسيبهم ونروح عند محمد ابن ست الدار، واللي كان واقف قدام البيت وشايف عصام ولبيبة وهم واقفين مع بعض، وكان مستغرب من وقفتهم مع بعض. من متى يعني وهم بيقفوا ويا بعض؟ انت بتكلم نفسك يا ابو العريس ولا ايه؟ هي الفرحة طيرت عقلك ولا حاجة؟ ايوه والله، شكله كده يا ام هاني، ده بينام ويقوم يحلم بالفرح. لا لا، الموضوع مش كده. انا بس مستغرب من مرات ابوي وعصام جار، ايه اللي وقفهم ويا بعض؟ ومن متى وهم بيقفوا في الشارع كده قصاد الناس كلها كده؟ عادي ما تشغلش بال، ما اللي يقف يقف واللي يقعد يقعد، واحنا مالنا يعني؟ ايه ده، انتوا واقفين هنا بدري كده ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا ولدي مفيش حاجة، احنا واقفين كده بنشم هوا الصبحية. المهم انت تاخد بالك من حالك يا عريسنا. حاضر يما، يلا خلوا بالكم من حالكم، أنا ماشي رايح على شغل. ومشي أحمد، وعصام لمحه من بعيد وهو ماشي، وفضل يبصله بنظرات كلها حقد وغل، لحد ما محمد أبو أحمد لاحظ الموضوع ده. هو ماله الواد اللي اسمه عصام ده بيبص لولدي كده ليه؟ والله ماني خبر، دي نظرات كلها غباوة وتجل دم. الواد ده أنا ما برتاحلوش من زمان. ما تقلقوش يا جماعة، إن شاء الله ما يكونش في حاجة واصل. طب يلا، يلا خلونا ندخل جو، ويلا استعدوا انتوا قدامكم يوم طويل لسه. وساعة العصر كانت هاجر واقفة مع هنا، اللي قالت لها ايه يا هنا، امال انت رايحة فين كده؟ لا ابدا ولا حاجة، انا بس رايحة اجيب لي شوية حاجات تخص الجهاز بتاعي.
بس اوعي اي حد يعرف يهجر عن الموضوع ده. ايوه ايوه، قصدك يعني عشان الناس اللي ملمومين في الدار على حسي. لا، ما تخافيش، انا مش هقول لحد على اي حاجه واصل. ماشي، على العموم خلي تليفونك مفتوح عشان لو احتاج تاخد رايك في حاجه ابقى اكلمك. حاضر. والله لولا اني ورايا مذاكره وامتحانات انا كنت جيت وياك. وخرجت هنا من البيت، ووقتها قابلت الست لبيب اللي قالت لها تعالي معايا يا هن، عشان جدك رايدك في موضوع مهم جو. تعالي بسرعة، أحسن ده زعلان جوي يا بنتي عشان انتي هتتجوزي من غير ما يحضر فرح. ساعتها هنا قلبها حن لجدها. حاضر يا ست لبيب، أنا جاية وياك أهو. بس لحظة واحدة، هو كيف يعني زعلان وهو أصلا ما بيفكرش فينا واصل ولا حتى بيبين لنا كده؟ يا بنتي تعالي بس تعالي، ده اللي ظاهر لكم وبس، إنما اللي جواه بقى إن هو كان نفسه يجرب لكم من سنين طويلة جوي جوي. بس بقى ستك ست الدار هي اللي منعته. بقى معقول ستي هي اللي منعته عنينا؟ لا، أنا لازم أجي وأشوف الموضوع ده. وبعد شوية كان تليفون عصام بيرن، ولما عصام شاف مين اللي على التليفون قام وساب الأكل بسرعة. ولما رد على التليفون أمه الست أمينة سمعته وهو بيقول أيوة أيوة، طيب خلاص ماشي، طالما أنت نفذت المعلوم هاجي على طول، أنا مسافة السكة وهكون عندي. وقفل التليفون وابتدى يلبس هدوم. انت رايح على فين كده يا ولد؟ ده انت حتى لسه راجع من الشغل وملحقتش تكمل وكل. اصلي ورايا مصلحة مهمة جوي ياما، هحصلها واجي على طول. مصلحة؟ مصلحة ايه دي يا ولد؟ ومن متى وانت بتخبي عني اي حاجة؟ مصلحة ياما هتخلص بس وابقى اجي عشان احكيلك. ومشي عصام، وامينة ما كانش قلبها مطمن. طب يا ولد، اما نشوف اخرتها وياك ايه. اني صحيح قلبي مش مطمن، بس يلا خلينا ورا الكداب لحد باب الدار ونسيبهم ونروح عند حافظ اخو هنا الصغير اللي كان عنده 5 سنين وكان قاعد جنب جدته عند الفرن. ايه يا جدتي، مش هتجيبيلي بسكوتة ولا ايه؟ احلى بسكوتة ليك يا حافظ، بس بعد بس عن الفرن يا ولد عشان ما تتأذيش. خد احلى بسكوتة اهي، بس يلا روح نادي على خيتك هنا عشان تجي وتدوق البسكوت بتاعها هي كمان. قال لها هي فين البت دي صحيح؟ الله يا ستي، ده البسكوتة دي طعمها حلو جوي جوي، أنا هروح عند أهلها أهو وأجيلك على طول عشان ناخد واحدة كمان. وطلع حافظ يجري، لكنه سمع عيال الجيران الصغيرين وهما بيندهوا عليه عشان يلعبوا، وطلع يجري في الشارع ونسي كلام جدته، وهي كمان نسيت إنها كانت عاوزة هنا، واتلبخت مع الناس اللي كانوا عندهم. وبالليل كانت هنا قاعدة في أوضة ضلمة وبتصرخ وهي بتنادي انتوا يا ناس يا اللي هنا، حد يخرجني من هنا، حرام عليكم يا مفتريين يا ظلم، واني مال يعني باللي كان بيحصل بناتكم زمان، بتشيلوني ذنب حاجة أنا مانيش صالح بيها ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ظلم. وساعتها الباب اتفتح، ووقتها دخل آخر حد هي كانت تتوقع إنها تشوفه في موقف زي ده. ونسيبها ونروح عند ست الدار واللي كانت بتقول أمال هي البت هنا راحت فين؟ أني ما شفتهاش واصل من بدري. فضلت هاجر ماسكة تليفونها وهي بتحاول تتصل على هنا، لكن التليفون كان مقفول. التليفون بردك مقفول يا جدتي، أني مش خبرة إيه اللي حصل بس وياه. وهي إزاي أصلا تخرج من غير ما نبقى عارفين هي رايحة على فين؟ انتوا بتستهبلوا ولا إيه؟ هي قالت لي أنا يوم، هي قالت لي إنها مش هتتأخر، هتنزل تشتري شوية حاجات هي رايداها وتجي على طول، بس هي كده اتأخرت واصل. يا ترى انتي رحتي فين يا بنتي؟ داني هضربك البلد كلتها واجيب عليها وطيها لحد ما اعرف هي راحت فين. اصبر يا ولدي ما تتعصبش، ان شاء الله هتجي ونطمن عليها، وده ما يمنعش ابدا اننا كلتنا هننزل ندور عليها بنفسنا. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى انتي رحتي فين بس دلوقتي؟ يا رب يا رب ترجعي لنا بالسلامة يا رب. وفي نفس اللحظة الحاج سعيد كان واقف مع الحاج عمرو اللي كان بيشتري منه المواشي. كيف يعني بعد ما خليتنا طخ المشوار ده كله تقول لي ان مفيش بهايم حدا؟ انت كنت بتهزر ويايا ولا ايه؟ والله يا حاج سعيد البهايم كلها راحت مني في غمضة عين، دي كانت بهايم زينة قوي وكنا هنكسب فيها كتير، بس اهو اللي حصل بقى.
منك لله يا حاج عمرو، انت عشمتني على الفاضي. على العموم ده أول وآخر تعامل بيناتنا، انت فاهم؟ ومشي الحاج سعيد وهو متضايق، وركب العربية بتاعته وفضل سايق في طريقه للبلد، وهو بيقول لنفسه: والله انت بوزك فجر عليا يا لبيب، كان بوز الإخس. من يوم ما عرفتك واني مفيش حاجة زينة بتتم ويايا واصل، ده ولا يوم من أيامك يا ست الدار كانت كل حاجة بتمشي زينة وسالكة. ورجع بالذاكرة لورا وهو عايش مع ست الدار. فلاش باك: خد يا ست الدار، خد القرشينات دول، أنا كسبتهم في تجارتي الأخيرة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، بقى معقول كلامك ده يا سعيد؟ ايوه معقول، ومش هيكون معقول ليه بس؟ هو أنا قليل يعني ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا سيد الناس، أنا بس من فرحتي قلت كده، ده انت زنت الخلق كلها. بس الفلوس دي أنا رايدهم يفضلوا وياك، دول تعبك وعرقك وشجاك. لا، أنا جيت أديهم لك في يد، يبقى تعملي كل اللي انت رايداه بيه. ايوه بس يا سعيد انت برضو. ما فيش بس ولا حاجة يا ست الدار، خلاص بقى اقفلي الموضوع ده. وبعدين أنا من يوم ما عرفتك والخير بينزل عليا زي الرز من غير حساب. يا وش الخير يا وش السعد عليا انت اللي رزقك واسع يا سعيد، ربنا يخليك ليا يا رب. طب ده البيت ده مش مفتوح غير بحسك انت وبس. ورجع سعيد من ذكرياته وهو بيقول لنفسه: أنا كنت غبي لما قررت إن أبعد عنك يا ست الدار. لو تعرف أنا بحبك قد إيه. أنت كنت أصيل، مش كيف البومة اللي أنا عايش وياها دي. أنا بمثل على الكل اللي بحبها عشان أنا غبي وعنيد، بس أنت عمري ما هلاقي زيك تاني. أديني هرجع على الدار ها، ولا بيبقى هتفتحها لي محكمة. الفلوس فين؟ وأنت كنت مسافر في إيه وجيت في إيه؟ منها لله بقى، يا رب خدها من حياتي عن قريب يا رب. ولما وصل على البيت لقى الرجالة كلهم متجمعين قدام بيت ست الدار، وكان باين عليهم إنهم قلقانين. فضل يبص لهم باستغراب ونده على حافظ وقال له: قول لي يا حافظ، هما الناس دول متجمعين بصدركم ليه؟ أصل أختي هنا ضايعة وإحنا مش لاقيينها، وأهل البلد كلتهم بيدوروا عليه. إيه الحديد ده يا واد؟ كيف يعني ضايعة؟ طب تعالى معاي. وخد حفيده وراح وقف مع عياله محمد وعبد الرحمن. كيف يعني البت ضاعت؟ انتوا تحكوا لي كل اللي حصل، خلونا نعرف نتصرف دلوقتي. بقول لك ايه يا ابوي، انت عمرك ما اهتميت لاحوالنا، ما تجيش دلوقتي وتتكلم الله يخليك. سيبنا باللي احنا فيه، خلينا نشوف هنتصرف ازاي دلوقتي. يا ولدي مش وقت الحديد ده، خلينا نشوف البت الاول راحت فين، وبعدين هبعد عنكم تاني يا سيدي. قولوا لي انتوا دورتوا فين، واني هأجر رجاله يدوروا في الاماكن اللي انتوا لسه ما دورتوش فيه. احنا دورنا في المنطقه الجبليه، وباقي الرجاله بيلفوا البلد كلها والبلاد اللي جنبين. ربنا يجيب العواقب سليم. وقتها قربت منهم لبيبة ووقفت مع الحريم اللي كانت واقفة على باب الدار، ووجهت كلامها لست الدار: هو صحيح الكلام اللي أنا سمعته ده؟ بقى معقول حفيدتك تفشت وسابتك عشان مش رايدة تتجوز حفيدي؟ بلاش تجي وتقولي شكل للبيع دلوك يا لبيب، أحسن لي. أنا اللي فيا مكفيه ومش راضية أطلعه عليك. والله أنا سمعت أهل البلد بيقولوا الحديث الماسخ ده، بس أنا قلت لهم تربية ست الدار عمرها ما تخيب. بس للأسف أهي خيبت. أهل البلد ما يقولوش كده واصل عشان الكل خبر زين إن تربيتي ما تخيبش أبدا. بالعكس، دول أهل البلد كلتهم بيحبون، بس أنا خبرة برضو إن فيه نفوس مريضة وما تحبش تشوف إن غيرها محبوب. يلا ربنا يصلح لكم الحال ويعطركم فيها يا رب. ندرن عليا يوم ما تلاقوها لازم أوزع الشربات على أهل البلد كلها، وانتم برضه ما تضغطوش عليها وتجوزوها لحد هي مش رايداها. الكل خبر إن هي وعصام ابن الخالة أمينة اللي انت ما بتخرجيش من دارها هو اللي بيحبها، وهي كمان بتحب. ومين اللي قالك تجيبي سيرة ولد يا عصام؟ انت رايدة انك تشبهينا ولا ايه؟ عيبك ده يا ست لبيب. هو أنا اللي بقول؟ دول أهل البلد هم اللي بيقول. أنا بس بنقول لكم حديثه عشان تاخدوا بالكم من عيالكم وخلاص.
قطع لسان اي حد يجيب سير بنتي بكلمه وحشه. بنتي بتحب ابن عمها احمد، وهما الاتنين مكتوبين على اسم بعض من يوم ما اتولد، وراضيين بكده. يلا يلا كل واحد يروح على دار، مش عايزين كتر حديد. وكل واحد مشي من حواليه، وراح محمد تاني يقف مع الرجال. احنا لازم نقطع لسنة الناس كلها يا عبد الرحمن. احنا هنقول ان البت رجعت، بس مش باينة عشان بتستعد الفرح، واني هفهم احمد ابني على كل حاجة لحد ما نلاقيها. اصل العيار اللي ما يسيبش يدوش يا اخوي. عندك حق يا ابو احمد، وان شاء الله اني واثق ان بنتي هترجع بالسلام، ومش هتشمت اي حد فينا واصل، والفرح هيقوم في ميعاده. اني هروح اشوف احمد ابني فين، ووصل لحاجة ولا لا. ما تقلقوش، هتعدي سليمة ان شاء الله. وراحت سامية لاحمد اللي لقيته واقف بيزعق لهاجر. وانت كيف يعني تسيبيها تخرج لوحدها من هنا بدون علم؟ انا ما كنتش خبرة واصل ان كل ده هيحصل يا اخوي. حقك علي، سامحني الله يخليك. ايه يا ولدي فيه ايه؟ انت هتطلع همك في اختك ولا ايه؟ اهدى عشان تعرف تفكر زي. المهم اني شاكه في حاجه كده. شاكه في ايه يما؟ قولي على طول. اني شاكه ان الواد اللي اسمه عصام ده هو اللي ورا الموضوع ده، عشان لبيبه مرات جدا جد دلوقتي، وفضلت تهلفط بالكلام، وقالت ان عصام بيحب عروسته، واحنا النهارده شفناهم وهم واقفين ويا بعض. يبقى اكيد عصام قال لها حاجه كده ولا كده. ده لو الكلام ده صح وطلع الزفت اللي اسمه عصام ده هو اللي ورا الموال ده، داني هخلي عليها واطيها فوق دماغه. يا ولد اهدى مش كده. ده حتى بيقولوا ان اخد الحاج حرف. انا بس قلت لك عشان تراقب الزفت اللي اسمه عصام ده، يمكن تقدر توصل لحاجه. ونسيبهم ونروح عند امين اللي كانت بتزعق مع ابنها عصام. انت قلت ايه للوليه اللي اسمها لبيبه دي يخليها تجيب سيرتك بالباطل كده يا ولد؟ هكون قلت لها ايه بس ياما؟ دي وليه خرفان، والكل خبر كده زين. ما تاخدنيش بذنب حديثها اللي ملوش عازه ده ياما. عارف يا عصام، لو كنت تعرف حاجه عن البت المختفيه دي ومخبيها عني، عارف انا هعمل فيك ايه؟ ما خلاص بقى ياما، ملوش لزوم الكلام ده، واني هكون اعرف عنها ايه يعني. وبعد شويه كان سعيد داخل بيته وهو متعصب. ايه الحديث الماسخ اللي انت قلتيه ده يا وليه؟ ايه ده؟ انت رجعت ميت؟ مالكيش صالح انا رجعت ميت. المهم اني رجعت وشفت كل اللي حصل بنفسي. انت ازاي وحشه جوك دي؟ طب راعي حتى ان كل تصرفاتك هتبقى في وشي يعني. هو اني يعني كنت قلت حاجه غلط؟ اني حديتي كلها صح. هي ست الدار يعني تربيتها زينه قوي، دي ما عرفتش تربي عيال، يبقى هتعرف تربي احفادها؟ اخرسي قطع لسان. انا عيالي متربيين احسن تربيه. هما لو بيعاملوني معامله مش زينه يبقى بسببك انت، وبسبب جوازي مني اللي أنا الأول مرة بقولها لك في وشك أهو. أني ندمان عليه. يا سلام يا أخوي، بقى دلوقتي ندمان على جوازك مني؟ الله يرحم أيام زمان لما كنت بتتلهف علي، مش زي دلوقتي رمي توبتك دي. إيه، أنت رجعت تحن لها تاني ولا إيه؟ أيوة رجعت أحن لها، ومش طايقك يا لبيب، وغوري بقى من وشي عشان أشوف المصيبة اللي إحنا فيها دي. وبعد كام يوم عند عبد الرحمن، كان خارج في نص الليل بيدور على بنته في الشوارع لحد ما شاف عصام وهو راجع من بره، ووقتها دخل على بيت لبيب. عبد الرحمن كان مستغرب قوي، ورجع عند اخوه محمد وقال له برضه لسه ما قدرتش اوصل لها يا محمد يا اخوه، بس في حاجه غريبه قوي. انا شفت عصام ابن الست امينه وهو داخل ضربوي ومرته. يا ترى هو رايح هناك ليه؟ والله ما انا خابر يا عبد الرحمن، بس احنا ملناش صالح بيهم واصل، واحنا مالنا؟ ما يدخل ولا يطلع، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. أنا بس مستغرب منين هي كانت بتقول عليه الكلام ده قدام الكل، وجابت سيرته إنه كان ماشي ويا بنتين، والمفروض إن ده كلام يزعل عصام منيه، ومنين هي دلوقتي مدخلاه بيتها؟ أفهمها كيف ده يعني؟ تصدق عندك حق، وأبوك أصلا من متى وهو بيدخل حد دار في وقت زي ده؟ مش خابر يا محمد، بس أنا لازم أتحدث ويا أبوك في الموضوع ده وأعرف إيه هي الحكاية. وكان في الوقت ده زينات وسامية وأحمد رايحين لهم عشان يعرفوا هم وصلوا لإيه. ولما سمعوا كلامهم ده أحمد رد وقال وإيه الجديد بس يا أبوي؟
أنا كل يوم بشوف عصام وهو داخل دار جدي ومرته نص الليل، بس قلت أكيد يعني جدي يعرف بحاجة زي دي. مش خبرة ليه، أنا قلبي مش مطمن وحاسة إن في حاجة واعرة جوي ورا الموال دي. أنا بقى قلبي حاسس كده والله أعلم إن عصام دي بيدخل الدار من غير علم جدكم. كيف يعني الحديد دي؟ لا، أنا لازم أخد رأي أبوي في الموضوع ده وأشوف بقى هو يعرف اللي بيتم من وراه ولا لا، ونسيبهم ونروح عند الست أمينة اللي كانت بتقول لعصام ابنها وهو راجع البيت وش الفجر: هو أنت كل يوم هترجع الدار وش الفجر ولا إيه؟ أنا نفسي أعرف أنت بتروح فين بوه بقى يما، هو أنت كل يوم هتقولي لي الحديد دي ولا إيه؟ بكرة العيد وأنا كنت سهران مع أصحابي، فيها إيه يعني؟ بلاش أسهر وياهم كمان. يا ولدي لو بتعمل حاجة غلط عرف، أنا لا بعمل حاجة غلط ولا غير، أنا ماشي زين وأموري كلها تمام. يلا تصبحي على خير. وتاني يوم الصبح كان حافظ بيقول لجدته: أنا رايح أعيد على جدي يا جدتي، بس عشان خاطري ما تزعليش مني. لا يا حافظ مش زعلانة مني، أنا كده ولا كده كنت هتحدث وياه أنا وأبوك وعم، بس على الظهرية كده. وراح حافظ عشان يعيد على جده، بس لقى العيال بيلعبوا في الشارع وفضل يلعب معاهم لحد ما الكرة اللي كانوا بيلعبوا بيها وقعت في الزريب. دخل عشان يجيبها بس معرفش يوصل لها لحد ما وصل لباب بيتفتح تحت الأرض في الزريب، وكان خارج منه صوت مكتوم زي ما يكون حد بيستغيث. هو إيه الصوت اللي خارج من هنا ده؟ أنا مالي، أنا هروح أعيد على جدي وأخليه يجي يجيب لي الكرة بتاعتي. وراح حافظ عند جده ولقاه لسه صاحي من النوم. إيه ده يا جدي؟ هو أنت ما صحيتش عشان تروح تصلي العيد ولا إيه؟ والله يا ولدي ما أنا خابر كيف راحت عليا نوم، أنا بقالي أسبوع كده أحوالي مش متظبطة، بس يلا بقى ربنا يسامحني. المهم انتوا لسه ما عرفتوش حاجة واصلة عن أختك ولا إيه؟ لا لسه يا جدي، أنا بس كنت جاي لك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب، وأقول لك تيجي تجيب لي الكورة بتاعتي لحسن وقعت عندكم في الزريب، وأني دخلت أجيبها بس ما عرفتش. طيب يا ولدي تعالى معاي وأنا هدور لك عليه. وراح حافظ مع جده وفضل يدور له على الكورة بس ما لقاش حاجة. وهو بيدور انتبه إن في صوت خارج من الباب اللي تحت الأرض، وابتدى يركز في الصوت ولقى الصوت زي ما يكون صوت مكتوم. وهو بيحاول يفتح الباب لقى لبيبة قدامه. في ايه يا سعيد؟ انت عايز ايه من المكان ده؟ الباب ده مقفول من ميت وانت جافلاه كده ليه؟ عادي، المكان فيه فيران عشان كده انا جفلته. افتحي الأوضة دي يا لبيب، افتحيها دلوقتي بدل ما اكسر الباب ده، عشان الصوت اللي جواه ده مش صوت فيران، ده زي ما يكون حد جوه ومش عارف ينطق. أنا مش هفتح الباب ده يا سعيد، واللي عندك اعمله. سعيد فضل يحاول مع الباب لحد ما عرف يكسره ويفتحه. وطبعا أول ما سعيد نزل لبيبة هربت وطلعت تجري من البيت. أول ما السر بتاعها اتكشف وطبعا اللي شافوها وهي بتجري ست الدار وعيالها اللي دخلوا بيت سعيد واتفاجئوا إن هنا جوه. وقعدت هنا وحكت لهم على كل اللي حصل وهي بتعيط. هي اللي حبستني، ندهت عليا وقالت لي إن جدك عاوزك جوه، وأول ما دخلت الدار حبستني هنا وخلت عصام يتجوزني عشان تحرمني إن أتجوز أحمد. أنا هرجع لك حقك منها يا بنتي، ما تزعليش، المهم تهدي دلوقتي. يا حبيبتي يا بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا لبيب، انت وعصام. ايوه يما، خلت عصام يتجوزني عرفي عشان نضغط عليكم وتسيبوني اتجوزه، واني اصلا مش رايداه. بقى عصام الكلب يعمل كده، والله ما انا سايبه. طبعا هنا كانت في حاله نفسيه وحشه جدا، اما عصام اختفى هو كمان زي لبيب. وعلشان كده قرروا عيلة سعيد إن هم يبلغوا عنه. أما أمينة لما عرفت اللي حصل راحت لهم لحد باب بيتهم. أني آسفة يا جماعة والله، أني ما كنتش أعرف إن عصام ابني بيخطط لكل ده، بس العيب مش عليه، العيب على الولية الشايبة الكبير اللي خططت له كل حاجة. أني خبرة زين اللي عندك يا ست أمين ملوش لزوم حديثك دي، بس أمانة عليك لو تعرفي طريق عصام ابنك تدلينا على مكان، إحنا رايدين نطلق البت منه، لازم يرمي عليها اليمين. وكمان إحنا رايدين الورقة العرف اللي معاه، أوعدك إن لو قدرت أوصل له هخلص لك الموال ده كلاته.
وقتها دخل عليهم سعيد وقال لهم: الورقتين ويايا هم، أنا لقيتهم في الدولاب، كانت لبيبة مخبياهم، الله لا يمسيها بالخير أبدا. طب الحمد لله، يبقى كده فاضل بس إنه يرمي عليها اليمين ونبقى خلصنا منيه. وبعد كام يوم الضابط اتصل عليهم: إحنا قدرنا نوصل لمكان عصام وجبناه حدنا في الجسم أهو، وإنتوا المفروض تاجوا وتجيبوا بنتكم وياكم عشان نبتدي التحقيق. حاضر يا حضرة الضابط، أنا وبنتي هنجيلك في أسرع وقت، بس يا ترى انتوا لقيتوا لبيبة ولا لسه؟ لا، لسه ما لقيناهاش، حتى هو مش راضي يقول على مكانها، انتوا هتعرفوا كل حاجة لما توصلوا. وقتها هنا فضلت تعيط وتقول لابوها: لا يا ابوي، انا مش رايدة اشوف البني ادم ده واصل، ارجوك يا ابوي بلاش توديني هناك، لازم انتاج يا بنتي عشان نقدر نثبت اللي حصل ونقدر نرجع لك حقك. واخدها ابوها وراحوا على القسم. الست لبيبة هي اللي خلتني امشي في الطريق دي، أنا ما كنتش رايدة أعمل حاجة وحشة من البداية، بس هي اللي شجعتني. برضو ده مش مبرر، أنت هتاخد جزاء، ولو لقيتها هي كمان هتاخد جزاء، يبقى لازم أن تعترف لنا على مكانها. والله العظيم أنا ما أعرف مكانها واصل، ولو عرفت أكيد هبلغكم. أنت دلوقتي لازم أن ترمي اليمين على هنا علشان يبقى طلاقكم سليم. سامحيني يا هنا، أنا ما كنتش رايدة أعملك دي، أنت طالب. وبعد اللي حصل ده بيومين سعيد راح لست الدار وولادها: أنا عارف إني غلطت كتير قوي معاكم، بس صدقيني أنا كنت غبي ومغفل، وبتمنى إنك تسامحيني، وأنا عمري ما هقدر أسامحك يا سعيد. أنت بعتني أنا وعيالي وسبتني أربيهم لحالي، ودي كانت أوحش حاجة أنت عملتها في حياتك. أنت جاي بقى بعد ما كبرتهم وربيتهم وتقول لي سامحيني؟ تصدق إنك ضحكتني قوي. أنا كنت حاسس إنك عمرك ما هتسامحيني ولا حتى هتوافقي ترجعيلي، بس أنا كده عملت اللي عليا وخلاص. أنا بس مش عاوزك تحرميني من عيالي، أنا نفسي أقضي اللي باقي من عمري معاكم حتى لو من بعيد. أنت عيالك مش صغيرين يا حاج سعيد، مش أنا اللي هقول لهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه. إحنا هنتعامل معاك زين يابا عشان أنت بس أبونا ولازم نبر، لكن لو علينا إحنا فإحنا شايلين منك جو. كلام عبد الرحمن أخويا صح، إحنا مش هنحرمك منينا اللي باقي من عمر، بس يا ريت يابا ما تحزناش مرة تانية. أنا خلاص يا ولاد طلقت لبيبة غياب، ولو رجعت تاني هجيب لكم حقكم منه. أنا آسف على اللي حصل، أنا آسف على كل اللي عملته وياكم، ربنا يصلح الحال وأقدر أعوضكم عن كل اللي فات. أما اللي اسمها لبيبة دي فخلاص ما عادلهاش عزة في حياتنا تاني. أنا مش زعلانة منك يا جد، أنت مالكش صالح باللي حصل، هي كانت بتحط لك منوم كل يوم وتدخل عصابة ضرب بالليل وأنت مش دريان بحاجة. منها لله. الست أمينة ظهرها انحنى وبقى وشها في الأرض من اللي حصل دي. منه لله ابنها والشيطانة اللي اسمها لبيب. بقى معقول كل ده يطلع من واحدة كبيرة في السن دي؟ وعدى كام شهر واستعدوا للفرح تاني واتجوزت هنا هي وأحمد. يا رب تكوني نسيتي كل اللي فات يا هنا ونبتدي من أول وجديد ويا بعض. أنا بحب الجو وعمر ما حاجة تاني هتقدر تفرجني عنك أبدا، وأنا كمان بحب الجو يا أحمد وبحترم وقفتك جاري في كل اللي حصل دي. ونسيبهم لحبهم لبعض ونروح لسعيد اللي كان بيحاول يعوضهم عن كل اللي فات، بس ست الدار ما رضيتش ترجع على ذمته تاني. وهي دي كانت نهاية قصتنا. يا رب تكون عجبتكم. أنا مستنية أشوف رأيكم فيها في الكومنتات، واستنوني في قصة جديدة، وما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم عشان نكبر بيكم، واستنوني في قصة جديدة.